ثورة النجوم، جيل جديد يشعل سوق كرة القدم العالمية. في مشهد كروي غير مسبوق، تواصل القيمة السوقية لألمع نجوم العالم الارتفاع بشكل صاروخي، لتؤكد أن كرة القدم دخلت عصراً جديداً عنوانه الشباب زائد الموهبة يساوي المليارات. القائمة التي أمامنا تكشف عن هيمنة جيل شاب لا يتجاوز معظمه 25 سنة، لكنه بالفعل يتحكم في اقتصاد اللعبة. في الصدارة يبرز اسم لامين يامال، المعجزة الإسبانية ذات 18 ربيعاً فقط، بقيمة خيالية تصل إلى 200 مليون يورو، متساوياً مع العملاق النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان إمبابي نجم ريال مدريد، في سباق ثلاثي ناري على عرش الأغلى في العالم. وراء هذا الثلاثي يظهر صراع لا يقل شراسة، حيث يواصل بيدري قيادة خط وسط FC برشلونة بثقة الكبار، بينما يثبت البرازيلي فينيسيوس جونيور أنه أحد أخطر أسلحة ريال مدريد الهجومية بقيمة 150 مليون يورو. أما خط الوسط الهجومي فيشهد بروز الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي أصبح قلب مشروع ريال مدريد المستقبلي، متساوياً مع الموهوب مايكل أوليس نجم بايرن ميونخ. القائمة لا تتوقف عند هذا الحد، إذ يواصل كل من جمال موسيالا وبوكايو ساكا التألق بقيمة 120 مليون يورو، إلى جانب الأوروغواني فيدريكو فالفيردي الذي يفرض نفسه كأحد أكثر لاعبي الوسط تكاملاً في العالم. ما نشهده اليوم ليس مجرد قائمة أرقام، بل تحول تاريخي في موازين كرة القدم، حيث أصبح الشباب هم من يقودون اللعبة فنياً واقتصادياً. أندية كبرى مثل برشلونة، ريال مدريد ومانشستر سيتي لم تعد تراهن على الخبرة فقط، بل تبني إمبراطوريات كاملة حول مواهب لم تبلغ ذروتها بعد. السؤال الذي يفرض نفسه: من سيكون النجم القادم الذي سيكسر حاجز 200 مليون يورو؟ وهل نشهد قريباً أول لاعب في التاريخ يصل إلى 300 مليون يورو؟